همسة، هنا. مين ده؟ وشكله وش عامل كده ليه يا همسة؟ اهدي هنا، انت مين يا عم وعرفت اسامينا منين؟ انا اعرفك من زمان قوي يا همسة انت وهنا، بس انتوا الاتنين ما تعرفونيش. انت اكيد جاي هنا علشان تخطفنا يا عمو، صح؟ اخطفكم بس يا حبايبي، انا بحبكم وما اقدرش اذيكم، انتوا ولادي. همسة، هنا، انتوا واقفين مع مين كده؟ محمد، الحقونا حد يلحقنا من المجرم ده، الحقونا. ما تصدقهاش يا حبايبي، انا مش مجرم ولا شرير، انا بحبكم وعمري ما اذيكم. انت تعرفي الراجل ده منين يا ماما؟ اسكتي خالص يا همسة، ما اسمعش صوتك، وانت ما اشوفش وشك هنا تاني بدل ما اطلب لك الشرطة. حاضر همشي، بس مش هسيبك، هرجع لك تاني. يلا اطلعوا قدامي على البيت. لا يا ماما، علشان خاطري سيبينا نلعب في الشارع شويه. لا، من هنا ورايح ما عادش فيه لعب في الشارع نهائي. انا عارفه يا ماما ان انت متضايقه عشان هنا وقفنا نتكلم مع الراجل اللي كان شكله وحش ده، بس اوعدك يا ماما ان هو لو جه يكلمنا تاني احنا هنسيبه وهنمشي ومش هنرد عليه. يا حبايبي انا خايفة عليكم. ما تخافيش علينا يا ماما. طيب بس خلي بالكم من نفسكم انتوا الاتنين وما تبعدوش. حاضر يا ماما. هنا، انا حاسه ان ماما تعرف الراجل اللي كان واقف معانا ده. ايوه يا همسه، اصل هي من اول ما شافته وهي مش على بعضها، وبعدين شكلها اتغير. تفتكري مين الراجل ده يا هنا؟ ملناش دعوه بقى يا همسه، وبعدين الله اعلم. تعالي نلعب. انا ليه بعمل في نفسي كده؟ ليه ساكت على الحقيقه لحد دلوقتي؟ ليه ما عرفتش البنات على حياة امهم؟ انا تعبت يا رب خدني. همسة، هنا، تعالوا. ايه ده يا ماما، انت رايحه فين؟ راح السوق يا حبيبتي اجيب لحمه وشويه حاجات عشان الاكل بتاعنا. الله يا ماما، انت هتعملي لنا لحمه، انا بحبها قوي. تسلم ايدك حبيبي خلي بالكم انتوا الاثنين من بعض بقى، عم اروح السوق بسرعه وهاجي على طول، مش هتاخر عليكم. خديه معاكي السوق يا ماما. لا يا حبايبي، اقعدوا انتوا العبوا هنا مع بعض وانا مش هتاخر عليكم، بسرعه وهاجي. حاضر يا ماما، خلي بالك من نفسك. باي حبايبي، وانتوا كمان. روح للبنات قول لهم على الحقيقة. احمد الحقني، انا واقعه في مصيبه، الحقني. ايه دي بس يا في ايه اللي حصل؟ محمد رجع بعد 11 سنه. ياه، هو محمد جوزك ده لسه عايش؟ هو لسه فاكركم بعد السنين اللي فاتت دي كلها؟ مش عارفه بقى، انا خايفه اقول الحقيقه للبنات وراح في داهيه. بكده مفيش غير هو حل واحد، بس اهم حاجه جمدي قلبك يا ايه. انا مجمده، انا مستعده اعمل اي حاجه. هنخلص عليه. مين هيعمل كده؟ انا هكلف ناس تعمل بالمهمه دي يا ايه، بس اهم حاجه جمدي قلبك، واهم حاجه تكون انت موافقه. موافقه، خلص عليه. خدي همسه التليفون، انا هطلع اخش الحمام ومش هتاخر عليكي. حاضر يا هنا، بس ما تتاخريش عليا عشان انا بزهق. حاضر يا همسه، مش هتاخر عليكي. همسة، يوه انت تاني، انا نفسي اعرف انت مين. انا نفسي اقول لك انا مين، بس انا خايف عليكي لا تتأذي بسببي. اتأذى بسببك؟ واتأذى بسببك ليه اصلا؟ انا مش فاهمه حاجه. انا هقول لك على كل حاجة، بس احلفي اللي انا هقوله لك ده ما تقولهوش لاي حد. ورحمه ابويا انا مش هقول لاي حد. شفت حلفتك برحمه ابويا اهو. ايه ده؟ هو انت ابوكي ميت يا همسة؟ لا مش ميت، بس انا بعتبره ميت. هو بتعتبريه ميت ليه؟ عشان راجل ندل اتجوز ماما في السر وخلفت منها انا وهنا، وفي الاخر وماما حامل رماها في الشارع. انت مين اللي قال لك الكلام ده يا همسة؟ ماما لما انا كبرنا انا وهنا هي قالت لنا. وانت صدقت الكلام ده؟ ايوه صدقته. انا بكرهه ولو شفته في الشارع هطفه في وشه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ايه. استنى يا عم، انت ما قلتليش انت اسمك ايه وعايز مني ايه؟ مع الوقت هتعرفي كل حاجة، هشوف وشك على خير. انت هتعمل ايه يا محمد؟ انا مراتك، ام بناتك، انت هتقتلني وتيتم بناتك؟ انا نفسي اقتلك واخلص منك في كل اللي انت عملتيه فيا. حرام عليكي، حرمتني من عيال 11 سنة وكمان مطلعاني في نظرهم شخص زبالة. انت ايه؟ شيطانة. لا 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 لا، انا بحكي للبنات عنك كل خير. كل خير ايه يا زبالة؟ انت مفهم العيال
اللي انا اتجوزتك في السر، ولما خلفت منك رميتك في الشارع وما رضتش اعترف بالعيال. انت عرفت منين يا محمد الكلام ده؟ ابوس ايدك ما تقتلنيش يا محمد، انا اسفه. اسفه؟ اسفه على ايه ولا ايه ولا ايه؟ انا نفسي اقتلك، بس اقتلك بسبب لما طردتيني من البيت ولبستنا قضيه سرقه ظلم وحبستيني، ولا اقتلك علشان ما خليتنيش اشوف عيالي وهم صغيرين ولا حتى اعرف اربيهم، ولا اقتلك بسبب اللي انت قلت لي عيالي وطلعتني شكلي قدامهم وحش. انت ايه؟ حرام عليكي. انا اسفه كل ده هنا ايه التأخير ده؟ معلش يا همس، اصل انا كنت جعانة فعملت لي سندوتش. همسة هنا تعالوا. مين فيكم اتكلم مع الراجل ابو وش محروق؟ ردوا عليا، مين فيكم اتكلم معاه؟ انا كنت لسه نازلة يا ماما وما شفتوش. انا اتكلمت معاه يا ماما. على فكرة هو راجل غلبان قوي وكمان طيب ومهوش شرير. وقلت له ايه يخص ابوكي؟ مفيش حاجة يا ماما، هو قال لي باباك عايش ولا ميت، وقلت له هو عايش بس انا معتبراه ميت، وقعدنا نتكلم مع بعض شوية، بعد كده هو مشي. وقال لك ايه طيب؟ ما قاليش حاجة يا ماما. في انت مكبرة الموضوع كده ليه؟ انت كمان بتردي عليا؟ انت بتضربيني يا ماما؟ ماشي. في ايه يا كلمتني اجيلك بسرعه ليه؟ في ايه؟ محمد جوزي اتهجم عليا وكان هيقتلني بالسكينه. محمد جوزك ابو وش محروق ده اتهجم عليك وكان هيقتلك بالسكينه؟ ده عبيط، ده ما يعرفش حتى يقتل فرخ. عارف كل اللي انا كنت بقوله للبنات وانا خايفه منه قوي. طمنيني بس، لا يعرف حاجه منه؟ لا هو خايف يقول لهم، لان انا عرفت ان هو لو قال لهم الحقيقه هيتاذوا، فهو خايف عليهم. ما انت السهله برضه يا اختي، طلعت شيطانه. سيبك من الكلام ده، المهم لقيت اللي يخلص عليه. كلها 24 ساعه بقول الله يرحمه. ربنا يستر. يا نهار اسود، ايه اللي احنا بنسمعه ده يا همسة؟ يعني الراجل ابو وش محروق ده يبقى ابونا؟ محمد انت وشك اتحرق وعينيك راحت وبقى شكلك وحش. طب اعمل ايه يعني يا آية؟ ما هو كل ده بسببك. لما البيت ولع وانا بنقذك منه كل ده حصل لي بسببك. انا مش عايزه عيالي لما يخلفهم يبقى عندهم اب معاق وشكله وحش. معاق وشكله وحش؟ ليه كل ده يا آية؟ محمد انت تبعد خالص وتطلقني وما تظهرش في حياتنا تاني عشان عيالك ما يتأذوش بسببك، انت فاهم؟ يتأذوا بسببي؟ يتأذوا بسببي ليه؟ أنا عملت إيه؟ طب لو مشيت هروح فين؟ بس حاضر همشي علشان عيالي ما يتأذوش بسببي. انت طالع يا آية وباحكي لعيالي عني كل خير. اشوف وشك على خير. بالسلامة. الو الشرطة، طليق محمد جبة سرقني، سرق ذهب وفلوسي وهرب، الحقوني. انا سمعته. ايوه يا هنا، الراجل ابو وش محروق ده طلع ابونا. انا مش عارفه ليه يا هنا هو بعد السنين دي كلها رجع يدور علينا. ايوه يا همسه، وانا برضو مش عارفه هي ليه ماما بتخاف منه قوي كده. هنا ماما طلعت بتكذب علينا في كل اللي هي بتقوله. همسه ما حدش فينا عارف الحقيقه، بس في شخص واحد بس يا هنا هو اللي عارف الحقيقه كلها، بابا. احنا لازم ندور عليه. يلا بينا يا هنا. ازيكم يا بنات؟ الحمد لله. انا مش جاي اضايقكم والله، انا بس جاي اسلم عليكم قبل ما امشي. تمشي تروح فين يا بابا بس وتسيب عيالك؟ ايوه يا بابا، احنا عرفنا كل حاجه، بس عايزينك تقول لنا الحقيقه. حقيقة ايه بس يا اولاد؟ ايه الكلام الفارغ بس اللي انت بتقولوه ده؟ ما تكذبش علينا يا بابا وقول لنا الصراحه، احنا مش هنتأذي منك ولا حاجه، احنا بنحبك. حاضر، انا هقول لكم على كل حاجه. وانتوا في بطن امكم طلبت مني ان انا امشي وموريهاش وشي تاني علشان انا وشي محروق. بس انا معرفش هي قالت لي كده، مع ان اللي في وشي ده بسبب امكم في يوم الشقه ولعت بيها
وانا دخلت انقذتها من جوه، وانا بنقذها وشي اتحرق كله، وعيني اتصفت. طلبت مني ان انا امشي علشان انتوا ما تتأذوش بسبب وتستعروا مني، فسمعت كلامها، بس انا ما عادش قادر استحمل. رجعت علشان انتوا وحشتوني، بس والله العظيم انا عمري ما سبتكم. ولما مشيت من البيت علشان ما تتأذوش بسبب، خفت عليكم عشان بحبكم، بس امكم كانت شرانية، بلغت الشرطة وقالت لهم ان انا حرامي وحبسوني. بس كده يا همسة انت وهنا، هي دي كل الحقيقة. انا ما سبتكوش، انا اتبهدلت كل السنين اللي فاتت دي علشان اخليكم كويسين، واستحملت كل حاجة وحشة. انا ما اقدرش استغنى عنكم، انتوا ولادي حبايبي. احنا من النهارده يا بابا ما عدناش هنسيبك تاني، احنا بنحبك قوي يا بابا. الف حمد وشكر ليك يا رب. تعال معايا يا بابا، انت هترجع بيتك القديم من تاني. لا يا همسة يا حبيبتي، انا مش هسكن في البيت ده تاني، انا هرجع البيت اللي انا قاعد فيه، عايز امشي من المكان ده. واحنا مش هنسيبك يا بابا، وهنفضل معاك. ربنا يخليكم ليا يا حبايبي. همسة. لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. ربنا يرحمك يا آية ويسامحك على اللي انت عملتيه. محمد انت جايبني الملجأ هنا ليه؟ ثانية بس يا آية، هقولك دلوقتي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ الحمد لله يا عم. هو انت يا عم جاي هنا عشان تزورنا في الملجأ؟ ايوه يا حبيبتي. محمد ما ترد عليا، انت جايبني هنا ليه؟ تهدي يا آية، قلتلك هقولك دلوقتي، ما تفضليش تزني على وداني. يوه انا هستناك بره. نورت الملجأ والله يا استاذ محمد. ربنا يخليك يا استاذ يوسف، انا كنت جاي لكم الملجأ عشان عايز اتبنى بنتي من عندكم. بس كده عينيا الاتنين. تعالي يا همسة. نعم يا عم يوسف. همسة دي من اشطر البنات عندي في الملجأ. ماشي يا استاذ يوسف، خلاص هتبنى همسة. هو انت يا عم من النهارده هتبقى بابا الجديد؟ ايوه يا حبيبتي، تعالي معايا بس هنروح نمضي ورق الاستلام وهنمشي على طول. طب ثانية واحدة بس يا عم، سلم على هنا اختي. مع السلامة يا همسة، هتوحشيني قوي. وانت كمان هتوحشيني. سلام. يلا يا همسة يا حبيبتي. ايه يا محمد كل التأخير ده؟ اتأخرت عليا قوي. ومين دي؟ سلمي يا همسة على ماما. ازيك يا ماما؟ ماما؟ انا مش فاهمة حاجة. انا هفهمك كل حاجة يا آية. دي همسة اتبنيتها من الملجأ وهتبقى بنتنا. بجد يا محمد؟ يعني انا هبقى ماما؟ ايوه يا آية، هتبقى يا ام. احنا ربنا مش كاتب لنا الخلفة، بس ربنا رزقنا بهمسة. انا فرحانة قوي. همسة يا حبيبتي، انا عايزاكي من النهارده تحلمي وانا احقق لك كل اللي بتحلمي بيه. انا حلمي يا ماما ان انا يكون عندي ام واب. وانا من النهارده بابا، وعمري ما هسيبك ابدا. وانا ماما يروح قلبي، وعمري ما هتخلى عنك مهما يحصل. انا بحبك قوي يا بابا محمد، انت وماما آية. واحنا كمان بنحبك قوي. يلا بينا. بابا محمد، ايه يا همسة يا حبيبتي؟ ممكن اطلب منك طلب؟ ماشي يا حبيبتي، قولي. ممكن تجيبها انا اختي من الملجأ وتخليها تعيش معانا في البيت؟ تعيش معانا في البيت فين يا حبيبتي؟ ما ينفعش. عشان خاطري يا بابا، اصل هي وحشتني قوي وانا عايزه اشوفها. خلاص ماشي يا حبيبتي، في يوم هنبقى نروح نشوفها. ما ينفعش النهارده؟ لا يا حبيبتي، ما ينفعش خالص النهارده. انا دلوقتي اتاخرت على الشغل، هروح انا بقى. باي يا حبيبتي. هعمل ايه دلوقتي؟ انا نفسي اشوفها انا اختي. همسة حبيبة قلبي، انا حبيتك قوي يا ماما آية، ما تسيبينيش ابدا. انت حبيبتي وعمري ما هسيبك ابدا يا روحي. هو انت ليه يا ماما آية انت وبابا ما عندكوش اولاد؟ ربنا مش كاتب لنا يبقى عندنا اولاد. طب هو
انت لو ربنا كتب لك وجبتي اولاد هترجعيني تاني الملجأ؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا روح قلبي؟ لا 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 ابدا، انا عمري ما استغنى عنك مهما يحصل. ربنا يخليكي ليا يا ماما يا رب. هنا همسة وحشتيني قوي. وبعدين انت ليه ما كنتش بتيجي تزوروني كل الفترة اللي فاتت دي؟ غصب عني والله، يعني انا اصلا جايه النهارده ومحدش عارف ان انا جايالي. اتفرقتي عني يا همسة، يعني خلاص ممكن في يوم من الايام ما عدتش اعرف اشوفك تاني. لا يا هنا ما تقوليش كده، انت اختي حبيبتي، انا ماليش حد غيرك. انا خايفه قوي يا همسة لا حد يجي ويتبناني من الملجأ وما عدتش عارفه اوصله. ما تقلقيش يا هنا، انا هفضل ازن على بابا لحد ما يوافق ان هو ياخدك وتعيشي معانا. يا رب يوافق يا همسة، يا رب يا هنا. سلام دلوقتي، انا همشي عشان انا اتاخرت. بابا همسة يا حبيبتي، انت كنت فين؟ انا عماله ادور عليكي. انا كنت قاعده عند حمام السباحه يا ماما. ماشي يا حبيبتي، ما تعرفيش بابا فين؟ عماله ارن عليه ما بيردش. ايوه ماما عارفه هو فين، هو راح الشغل من بدري، ربنا يرزقه يا رب. يا رب يا حبيبتي. انت مبسوطه معانا؟ مبسوطه بس ده انا اسعد انسانه في الدنيا كلها يا ماما عشان عندي ام شبهي. ربنا يخليكي يا روح قلبي. يا نهار اسود، ماما ماما فوق يا ماما. الو ايوه يا بابا، الحق ماما يا بابا، وقعت فجأة على الارض. طب اطلبوا الاسعاف بسرعه يا همسه وانا هحصلك على المستشفى. ماشي يا بابا. الو الاسعاف معايا، الحق ماما بسرعه. خير يا همسة يا حبيبتي، ماما مالها؟ ايه اللي حصل؟ معرفش يا بابا، فجأة كده واحنا قاعدين وقعت على الارض. لا اله الا الله، ان شاء الله خير وما يكونش فيها اي حاجه. بابا انا بحب ماما قوي ومش عايزاها تبعد عني. طمني يا حبيبتي، ان شاء الله ماما هتخف وهتقوم بالسلام. ان شاء الله يا بابا. بابا هو ده الدكتور اللي كشف على ماما؟ خير يا دكتور، طمني، مرات عامله ايه دلوقتي؟ انا قلقان عليها. قال لي بس يا استاذ اطمن، الف مبروك. الف مبروك. ايه يا دكتور؟ انا مش فاهم حاجه. مرات حضرتك حامل. مرات حامل ازاي يا دكتور؟ انا مراتي ما بتخلفش. ازاي الكلام ده؟ انت بالك قد ايه متجوز يا استاذ؟ انا بقالي 5 سنين يا دكتور. مش مشكله يا استاذ، الف سلام عليك يا ام همسه. طمني يا محمد، الدكتور قال لك ايه؟ اطمني، انت كويسه، مفيش فيك اي حاجه. امال تعبت كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ الف مبروك يا ماما. الف مبروك على ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. اخيرا بعد كل السنين اللي فاتت دي ربنا يكبر بخاطرنا. انت حامل يا ايه في ولد. لا 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 لا، انت اكيد بتكذب عليا صح؟ الدكتور قال لك كده بجد؟ يعني انا هبقى ام بجد؟ انا فرحانه قوي يا ماما يا حبيبتي، الف مبروك. ابعدي عني، انت بتحضنيني كده ليه؟ مش تاخدي بالك من ابني اللي في بطني؟ انا اسفه يا ماما، حقك عليا، متزعليش مني، مش هعمل كده تاني. في ايه يا ايه؟ انت بتعاملي همسه كده ليه؟ سيبك منها يا محمد، ان شاء الله تولع. انا اهم حاجه عندي ابني اللي في بطني. لا مش هسيبني منها ولا حاجه. استني يا همسه، همسه. هتكون همسه راحت فين بس؟ لا اله الا الله، انا دورت عليها في كل حته، مش عارف هتكون راحت فين. صح، ممكن تكون رجعت الملجأ تاني، اما راح اشوفها. حقك عليا يا همسه عشان خاطري ما تزعليش. انا مش زعلانه يا هنا، بس اللي مزعلني بجد ان انا ما اقدرش اعيش من غير بابا محمد وماما ايه. بابا محمد ما يعرفش يعيش من غيرك والله يا همسه. ايه ده بابا محمد؟ ايوه بابا محمد. حقك عليا يا همسه، ما تزعليش، انا جاي اتاسف لك عن اللي حصل. هو انت يا بابا محمد لما ماما ايه تجيب الطفل هترجعوني هنا الملجأ تاني؟ مين اللي قال كده بس يا همسه يا حبيبتي؟ انا ما اقدرش اعيش من غيرك، انت بنت حبيبتي وعمري ما استغنى عنك ابدا طول عمري. يلا يا همسه قومي روحي مع بابا محمد، بابا محمد بيحبك وعمره ما هيقدر يستغنى عنك. انا بحبك قوي يا بابا محمد. قومي يا بنتي يلا عشان ارجعك الملجأ تاني. ليه بس كده يا ماما؟ عايزه توديني الملجأ تاني ليه؟ انا عملت فيكي ايه؟ ما تقوليليش يا ماما دي، ماما دي ما يقولهاش غير ابني اللي هخلفه. انت بتعملي معايا كده ليه يا ماما؟ هو انا عملت فيكي حاجه؟ انت ليه اصلا جبتيني من الملجأ وخليتيني احبك وهترجعيني تاني فيه؟ انا مش عايزه اشوف وشك تاني، انا عايزه اعرف اخلف ابني واربيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ماما، انا اصلا انا اللي همشي في داهيه. ايه يا ايه؟ كل ده يا ايه؟ اتاخرت ليه كده؟ ميعاد الولاده بتاعتك الساعه 4. خلاص اهو يا محمد يلا.
يلا ايه؟ فين همسه؟ مشيتها يا محمد، رجعتها الملجأ اللي هي جايه منه. برضه يا ايه؟ برضه حرام عليك اللي انت بتعملي مع همسه ده. محمد انا مش عايزه اربي غير ابني اللي في بطني. انا مش عارف اقول لك ايه. يعني لو ربنا ما كانش كرمك بالطفل اللي في بطنك ده كنت هترمي برضه همسه في الشارع؟ محمد انا رايحه اولد، مش عايزه كلام يحرق دمي. ماشي يا ايه، اللي انت شايفاه. يلا بينا. خير يا دكتور، طمنا على مراته وعلى المولود. للاسف يا استاذ محمد الجنين مات في بطن الام. مات؟ مات ازاي يا دكتور؟ انا مش فاهم حاجه، فهمني. للاسف يا استاذ محمد الجنين كان في خطر كبير في بطن الام وفقد النفس فجاه. لا اله الا الله، ابني مات في بطن امه. طب ومراته يا دكتور عامله ايه دلوقتي؟ ده ما ساعد فوق يا استاذ محمد. لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. ابننا راح يا محمد. الله يرحمه يا ايه. يا رب، كان نفسي اقضي معاه الذكريات، اشوفه، احضنه، ابوسه ولو لمره واحده بس. خلاص بقى يا ايه، ما تفكريش في اللي فات. ربنا يرحمه، ما يغلاش على اللي خلقه. انا راضيه بكده يا ربنا. انا ام ظن، ربنا ما كانش عاطيني، ولما اداني رميت البنت اللي انا جبتها من الملجأ. خلاص بقى يا ايه، ما تفكريش في الماضي. هنبدأ صفحة جديدة، وكل الغلط اللي احنا عملناه هنصححه. قومي يلا يا ايه، يلا بينا. همسة، انا عارفه انك زعلانه مني يا حبيبتي، حقك عليا ما تزعليش. مش زعلانه منك يا طنط ايه. طنط، انا ماما يا همسة. خلاص بقى يا همسة يا حبيبتي، ماما ايه جيت لك لحد عندك علشان ترضيكي، ما تزعلاش انت بقى. مش زعلانه منك يا ماما ايه. وحشتيني قوي يا همسة. بالمناسبة دي بقى هنسافر كلنا شرم الشيخ علشان نصيف هناك، وانت يا هنا يا حبيبتي هتيجي معانا. يلا بينا.